خير عليكم. مهم اول حاجه كنبدا بها نهاري هي بطبيعه الحال القران والصلاه. هنا كما كتشوفوا معايا ملي صليت الفجر رجعت نعست وفقت مع ديك 8 بديت بالانتظار الروض، ومن بعد مشيت صليت 2 ركعات ديال الاجر، وهنا هزيت المصحف ديالي كنقرا معكم سوره الكهف. بطبيعه الحال اليوم الجمعه كنقول لكم جمعه طيبه. ومن بعد ما ساليت قراءة القرآن الكريم قريت ما تيسر من القرآن. صراحة أحسن حاجة الراحة النفسية. مشيت وجدت الفطور ديالي. صراحة ما عنديش الشهية ديال الفطور ديال الخبز، انا عندي غير هاد بيمو هذا. لقيته عندي وفطرت وكبيت ليا واحد اتاي بالزعتر ومشيت دخلت للمانطا ديالي. هنا راه 8:40 ديال الصباح، حطيت بنتي وجيت. مهم هنا كنشرب معكم في كويس ديال اتاي، وقلت علاش لا ما نهز واحد الكتاب. كنقول دائما نقراه سميتو الزمن القادم. كما كتشوفوا معايا الكاتب في الفوق، راه هذا الكتاب فيه مجموعه، فيه 3 د المجموعات. هذه المجموعه الاولى كما كتشوفوا غادي نحلو معكم سميتو الزمن القادم لعبد الملك القاسم. المهم هنا المقدمه باش بدا كما كتشوفوا معايا المقدمه. غير عطانا اطلاله على الكتاب، كما كنقولوا عطانا غير اطلاله. من بعد اول قصه كتبها، لحقاش في هذا الكتاب فيه بزاف ديال القصص صراحه زويونين. اول قصه هي الرحيل. كما كتشوف الرحيل العنوان وبداها بقصيده شعريه. كما كتشوفوا هذه القصيده الشعريه صراحه عندها معنى بزاف. الرحيل علاش غادي يهضر لنا هنا الكاتب؟ مهم هنا سألت الدار تخبرني عن الأحباب. مهم صراحة قصة زوينة والله. هنا ملي قريت داك الشعر تفكرت الناس الحباب اللي فقدتهم وهم عزاز. مهم هنا قصة الرحيل كتهضر على واحد الأخت، هي واختها ديك الأخت مصابة بالسرطان ومسكينه في الاخر توفات، وكانت كتعطي النصائح الاخت ديالها اللي ما كتصليش. المهم هنا كملت معكم ديك القصه الاخرى هي الغفله. ان شاء الله نقراها معكم من بعد هنا هزيت الشيبس ديالي. كاين البرد وكاين العجاج في اكادير وكاين الشتا الله يرحمنا، كاين غير شويه ديال الشتا. هنا كناكل معكم في الشيبس. المهم هنا كناكل كما كتشوفوا معايا. هاد الدب ديال بنتي كنهزو نزيتو كنشوف فيه وكنتمعن وكنسترجع ديك القصه اللي قريت في الدماغ ديالي شويه باش يشدها ليا. من بعد نضت جمعت البلاصه اللي نعست فيها بيتي وعطرتها بهذا المعطر اللي الرائحه ديالو واو اكثر من واو. المهم صراحه راه هذا راه جابتو لينا عمتي من السعوديه. هنا عطرت البيت كما كتشوفوا. عطرت داك المراح فاش كناكل، عطرت الكوزينه حتى هي. ومن بعد هنا مشيت للصاله حتى هي عطرتها وغادي نرجع المعطر لبلاصتو. المهم هنا عطرت الصاله. صراحه داري دائما نقيه حيت ما عنديش لي نرول ليا كما كتشوفوا. المهم هنا عطرت الصاله ومشيت حطيت المعطر في بلاصتو. ومن بعد جيت كنوريكم هنا البخور. ديجا بخرت عند الفجر قلت بلاش من الاحسن ما نعاودش نبخر حيت ديجا بخرت ملي فقت في الفجر. المهم هنا كنوريكم عود القماري وكنوريكم الانواع ديال البخور اللي عندي بزاف صراحه. ومن بعد مشيت عند الوالده اليوم الجمعه. هنا كنوريكم الضباب وكنوريكم الجو كيفاش داير صراحه الله يرحمنا برحمته. المهم هنا عندنا العجاجه البنات. المهم انا كنوريكم الورود ديالي. من بعد هنا خرجت سديت الباب وهنا وصلت لدار الوالده وهزيت الساروت. اكيد راه انا عندي الساروت ديال دارنا ما غاديش نتسنى ندق باش ندخل، عندي الساروت. المهم هنا دخلت هنا مشيت اول حاجه درت هي قطعت الخضره ديال الفوار كما كتشوفوا هنا القرعه الكورجيت. المهم قطعت جميع الخضر لفت الدنجال خيزو. درت شويه د اللحم. المهم هنا كنضيف ليه الزيت البلديه ولوسيور كما كتشوفوا معايا. ومن بعد زدت القوام الخضر العطريه كما كتشوفوا. وغادي نخليها تشحر شويه ونحركها. ومن بعد نمشي نصايب السكسو ندير ليه الزيت باش نطلعو باش يتفور التفويره الاولى.
والثانيه والثالثه، ونرجع معكم ديك الساعه من بعد ملي يطيب الغدا. المهم صراحه اليوم الجو مكهرب، ولكن ولله الحمد اللي جات من عند الله مرحبا بها، ولكن الله يرحمنا بشي شتا. المهم هنا كنوريكم القصريه ملي طابت القصريه ديالي، صراحه بنينه بنينه بزاف. هنا البلول اللي بغاه يضيفوا لقدامه. هنا كنتمنى يعجبكم الفلوق ديالي، وشكرا، جمعه طيبه.